بقالي فترة بسأل نفسي ليه مفيش موبايل تحت ال10,000 جنيه يستاهل إني أشتريه؟ دخلت أدور بنفسي، قعدت أقلب في المواقع وأشوف ترشيحات على اليوتيوب، بس للأسف يئست لحد ما لقيت تحفة من انفينكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان تشتري موبايل تحت ال10,000 جنيه يستاهل إنك تشتريه ويديك أداء حلو في الألعاب والأداء اليومي بقى شبه صعب، لكن انفينكس فاجئتنا بموبايل شبه متكامل من جميع النواحي، وهو الانفينكس هوت 60 برو. والنهارده هنشوف مواصفاته مع بعض ومقارنة بسيطة بينه وبين الأجهزة اللي حواليه. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حط لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وبتأسف جدا على التأخير في تنزيل الفيديوهات، بس كنت مشغول بدراستي. بإذن الله هننتظم في تنزيل الفيديوهات. يلا بينا نخش في المواصفات. هنبدأ أول حاجة بالخامات. الموبايل جايب خامات ظهر من البلاستيك أو السيليكون بوليمر اللي هو الجلد، وزن خفيف 170 جرام، وده المعتاد في الفئة دي إن هو يكون من ظهر من بلاستيك، ومقاوم من رذاذ المية بشهادة IP64، ومقاوم للصدمات لحد ارتفاع 1.5 متر. كمان في زر إضافي تقدر تخصصه لتفعيل الذكاء الاصطناعي. وغير كده الجهاز جاي بسمك رفيع جدا في الفئة دي، وده أرفع جهاز فيها حرفيا بسمك 6.6 مللي. بيجي بشاشة أموليد مسطحة بحجم 6.78 بوصة، دقة 1.5K بكثافة بكسلات 440 بكسل، بمعدل تحديث 144 هرتز، وده مع طبقة حماية كورنينج 7 اي، وده أعلى معدل تحديث في الفئة دي كلها. وبالنسبة ليا الشاشة تكسب وباكتساح أي شاشة حواليها، وبسطوع يوصل ل 4500 شمعة. نيجي بقى لأهم نقطة وهي المعالج. بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 200 مع 128 جيجا أو 256 جيجا ورام 8 جيجا، ويدعم تركيب كرتون. والمعالج أعلى من اللي في سامسونج A16 وأعلى من اللي موجود في الريدمي نوت 14. نيجي بقى للكاميرات. أمامية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2، وخلفية أساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.6. بيجيب تصوير فيديو 2K، وبيجيب بطارية وسرعة شحن 5160 ملي أمبير مع سرعة شحن 45 واط، أعلى واحد في الفئة دي برضه. مميزات الذكاء الاصطناعي زر مخصص لتفعيل الذكاء الاصطناعي وتحسينات واجهة XOS 15.8.1 المبنية على اندرويد 15، وبيجي بدعم تحديثات اندرويد لمدة سنتين. كده انا قلت لك كل مواصفات الجهاز بالكامل. نيجي بقى للرأي الأخير، مقارنة بسيطة باللي حواليه. حط رايك يلا بينا. بالنسبه لرايي في الجهاز، انا شايف انه صفقه حلوه قوي قوي في فئته، ويكتسح السامسونج والريدمي في كل حاجه تقريبا الا الكاميرات. ممكن مش معنى كده ان كاميراته وحشه، بالعكس نتائج التصوير بتاعته تحفه وحلوه ومريحه للعين، بس مقارنته مع الاجهزه الثانيه لا، بالنسبه ليا الاجهزه الثانيه افضل. بالنسبه لباقي الحاجات لا، الانفينكس يكسب في الشاشه باكتساح، ويكسب في المعالج باكتساح، ويكسب في سرعه الشحن برضه. تصميم الجهاز يكسب برضه. في الالعاب هيرضيك جدا جدا جدا، هيديك 60 فريم في بابجي مرتاح قوي 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 وثابتين. وغير كده الواجهه خفيفه وحلوه، واداؤه بشكل عام احسن من سامسونج وشاومي. بالنسبه للشاشات طبعا هو احسن من الاثنين في تردد الشاشه، واحسن من سامسونج بالتحديد في شكل الشاشه وفرق السما من الارض، واحسن من شاومي برضه في شكل الشاشه ذات نفسها. وغير كده هو ستيريو. يا جماعه النسخه اللي نازله مصر جايه ستيريو، وجاي فيه NFC كمان، فانت معاك كل حاجه حرفيا. وغير كده معاك هديه باور بانك 20000 ملي امبير. سرعه الشحن بقى بيكسب برضو اعلى من شاومي 33 واط، واعلى من سامسونج 25 واط. وغير كده هتروح تشتريه لان مش جاي مع سامسونج في العلبه، لكن موجود في الشاومي والانفينكس. طب يعني يا عم مذكور سامسونج وشاومي ما فيهمش ولا ميزه؟ هقول لك لا فيهم. واول حاجه سنين التحديثات، عندك 6 سنين في سامسونج، وعندك 3 سنين تقريبا في شاومي. وعندك في شاومي بطاريه اعلى من انفينكس، لكن سامسونج بطاريته اقل منهم. عندك الوان سامسونج تحفه طبعا، الشاشه بتاعته بس مشكلتها معايا تصميمها وحش قوي بالنسبه ل 2025. طبعا كلهم 4G، ودي ما تعتبرش مشكله قوي لان كل اللي في الفئه دي 4G ما عدا موتو جي 35 هو الوحيد اللي 5G، بس يفتقر لحاجات كتير جدا جدا جدا. فانا شايف ان انفينكس مديلك خلطه حلوه قوي قوي قوي، وشاشه حلوه ونضيفه وعصريه وتصميم راقي ورفيع، وعلبه كامله معاك، ومعاك هديه باور بانك هديه، وواجهه سلسه شايفها اسلس من سامسونج وشاومي في الفئه دي. مش بتكلم عامه، انا في الفئه دي بالمعالجات دي شايف ان انفينكس واجهتها اسلس. ما قلتش احسن، بقول اسلس. في خلطه حلوه، كل ده بسعر 8700 جنيه. ده سعر تحفه قوي قوي. ويوم ما هيبقى عليه اوفر برايس هيبقى بكام؟ يعني 9 أو 9.5 برضه يستاهل، لأن مفيش خالص التوليفة دي. لو عايز موبايل بسعر أعلى تقدر تشوف مراجعة أوبو رينو 14 من هنا، ولو مهتم بالآيفون تقدر تشوف مراجعة آيفون 13 بعد 3 سنين من هنا. وما تنساش لايك واشتراك بتاعك، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نشوفك الحلقة الجاية، سلام.